سلام ومرحبا بكم معي في نوفيل فيديو. الوغ المهم كيف ما كتعرفوا الناس اللي متبعيني راه حنا باقيين مكملين في السلسله ديال لي بوماد ولا لي كريم ولا المراهم الخاصه بالجلد ولا العلاجات الجلديه. بالنسبه لابوماد ديال اليوم، واحد لابوماد اللي هي مشهوره سالت عليها بزاف، كانوا سقساوني يعني الناس بزاف سواء في لي كومونتير ديال يوتيوب يوتيوب او لا في انستغرام. مهم لابوماد هي هادي تريتو سبورت. الا بغيتو تعرفوا، المهم اكيد كتبان بالمقلوب غنكابتشيرا نخليها هنا ولا هنا. اذا بغيتو تعرفوا الوقت اللي نقدروا نديرو فيه هادي واش بصح هي امنه، داك المسائل اللي كيقولوا كدير يعني كتبيض، كتحيد الجلد الميت كذا كذا كذا. نشوفوا شكون اللي صحيح شكون اللي غلط. اذا بغيتو تعرفوا هادشي كامل اكيد غتخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. قبل من كلشي، الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك. بطبيعه الحال اذا كيعجبكم لي فيديو اللي كنزل خليكم معايا حتى الاخر. المهم فبالنسبه لاكريم فهي هذه تريتو سبوت كريم. يعني تستخدم على واحد لازون اللي هي صغيره ولا تستخدم على واحد المنطقه اللي هي صغيره. ممنوع انني نسيحها على كامل الجلد او نطاليها على واحد لا سيرفاس اللي هي كبيره كما قلت لكم، لان فيها مواد خطيره. واذا قلت لكم ان خطيره راه خطيره في التبييض وخطيره الله يحفظ اذا عطاتني نتائج اللي هي عكسيه. علاش؟ لان فيها ثلاثه ديال المهم هي 4 ديال المواد فعاله، ولكن 3 من اخطر ما يكون في التبييض. هي كتبيض، ولكن اذا ما عرفناش نستخدموها بالشكل اللي هو صحيح غادي يعني عوض ما نكونوا كنبيضوا كنكونوا كنضروا الجلد ديالنا وبزاف. الماده الاولى اللي فيها فهي ليدروكينون ولا لا فيتامين ا. هذه هي الماده اللي كتكون في اغلب المواد ولا الكريمات اللي كيكونوا كيبيعوا الافارقه. اللي سبق له جرب شي كريم منهم او ديك الصابونه ديال الجزر او هذا الا بقى كنعقل، راه هي نفس الماده ليدروكينون ولا لا فيتامين ا، واحد الماده اللي كتبيض كتقشر ولكن خطيره وبزاف. الماده الثانيه ليدروكورتيزون، والماده الثالثه تريتينيون. الماده الرابعه ما عقلتش عليها، مش ما عرفت ما عقلتش عليها، بغيت انا نشوفها. اليوزوليكس. والمهم انا بالنسبه ليا غير التواجد ديالها 3 ديال المواد الاولين فهو كافي. تقريبا هذه فيها 15 غرام وفيها 3 ديال الغرامات ديال ليدروكينون، راه بزاف. و1 الغرام في 15 غرام ديال ليدروكورتيزون. يعني راكم عارفين ان الكورتيكويد ولا الكورتيزون هي ماده اللي هي كنعالجوا بها، ماشي غير كنقشروا ولا كنبيضوا بها. يعني يا حبذا نستخدموها استخدام عقلاني كي كنقول لكم دابا. خليكم من العشوائيه. اللي بغيت ننصح به البنات، واش هذه انا ماشي جايه كنقولها لكم باش ننصحكم بها، هذه راه من اخطر ما يكون، خصوصا اذا خدمتوها للوجه او لا على العنق. انا معكم، هذه راه استخدمتها حتى انا كنقول لكم ديما الحاجه اللي خدمتها راه خدمتها، حيت كانوا طلبوها مني البنات. شوفوا المهم انا راني خادمه فيها صافي، راه مشات تسالات. هذه انا خدمتها لياش وحتى بدا الفصل ديال الشتاء. المهم بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموها يبيضوا بها المناطق الحساسه الخارجيه ماشي الداخليه، يعني ماشي المناطق الحساسه ديال تحت الابط ولا ما بين الفخذين ولا البلاصه ديال المايو، لا. ممكن ان نستخدمها على الكوعين وعلى الركب وعلى الرجلين، يعني في هذيك المشطه باش نحيدوا لاطراس ولا الاثار ديال الشمس اللي كتكون يعني تعلمات، المهم اللي كتكون خلات لنا الاثار ديالها. المهم في الوقت ديال الصيف وهذا قولي بغينا نخدموها شنو نقدروا نديروا. المهم اللي بغات البنات فيكم تخدمها اول مساله خاصني نديرها ان ديك البلاصه اللي غنكون كنخدم فيها هاد لاكريم هذه ممنوع منع كلي وتام انني نكون كنغسلها بشي ماده وحده اخرى. يعني مثلا الغسول سواء طبي ولا ماشي طبي، غسول ديال منطقه حساسه، صابون. المهم ما كنكونش كنستخدم الصابون نهائيا، شي حاجه اللي فيها ريحه ممنوعه. ممنوع نكون كنستخدم الحمضيات ولا المهم طونيفيون ولا لي طونيك اللي ممكن انهم يكون فيهم لاسيد سيتريك ولا الحامض ديال البرتقال ولا لا فيتامين سي. ممنوع تماما حتى هي تكون. يعني المنطقه اللي بغيت نخدمها فيها بوحديتها فقط، والكميه اللي كندير فهي كميه اللي هي صغيره وبزاف. سمحوا لي راه حتى هنا ما خلاونيش نصور. المهم كي قلت لكم فبالنسبه للكميه اللي كنخدم، وكي قلت لكم اذا بغيتوا تخدموها فالله يعطيكم الستر، ضروري انكم تحترموا الشروط باش انها تعطيكم نتائج وفي نفس الوقت ما تخرج لكمش على البشره، حيت هي من اخطر كي قلت لكم ما كاين. لان ليدروكينون وليدروكورتيزون وتريتينوين اذا تجمعوا فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم الكميه اللي كندير فهي كميه صغيره بزاف. بلاتي انا نحاول ندير معكم هكا، نتمنى تكون كتبان. وبالنسبه للتقشير ديالها فهو تقشير قوي، يعني راه كتبان لكم الجلده كتكون كتهز، يعني هكا غتبداو تقشروا الجلده
يعني كتقشر ديال بصح. الطريقه ديال الاستخدام، فمن يلاه غادي نبدا نهار يومين لا، نهار يومين لا، نمشي هكا لمده ديال واحد 15 يوم. من بعد غنردها نهار نهار لا، نهار نهار لا، حتى وكنكمل تقريبا شهر. من بعد غنردها استعمال واحد في الاسبوع، يعني مره في الاسبوع. من بعد مره في 15 يوم، من بعد مره في 3 الاسابيع، من بعد مره في شهر، حتى وكنحيدها. يعني جامي ما كنجي نبداها يعني بواحد الجهد ونقطعها واحد القطيع اللي هو كنقولوا ديك لاغي بغيطال، ولا انني كنحبسها يعني في خطره. فلا، فديك الساعه كنكون كنعرض لابو ديالي انها تهيج، يكون حمرار، يكون تهيج، تكون حكه، ويكونوا قشور على مستوى ديك المنطقه اللي بديت نخدمها فيها. بالنسبه كي قلت لكم ليدروكينون هو راه مبيض، ليدروكورتيزون كيكون كيعالج التقرحات ولا المنظر الغير لائق في البشره، حتى هو كيعاون في التقشير. وبالنسبه للماده الثالثه اللي هي التريتينوين، فهي كتكون كتفكك ليا الاجزاء ديال لابو اولا الاجزاء ديال الجلد ديال البشره، باش تسمح لها جوج مكونات الاولين اللي قلت لكم انهم يتغلغلوا ويدخلوا للداخل. المهم اللي بغيت ننصحكم به كي قلت لكم ان ممنوع عليا نديرها للوجه ولا العنق ولا المنطقه الحساسه ولا تحت الابط، لان غتهزي الجلده ديالك هكا كي بحال تحرقتي. المهم نتمنى كيف ما ديما ان المعلومات تكون وصلات وانكم تكونوا كتستافدوا. قلت لكم راحه الله، ونشوفكم في فيديوهات وحدين اخرين.